في الستينيات والسبعينات واجه الملك محاولات انقلاب عدة. في عام 1971 حدثت أول محاولة انقلاب كانت في قصر الصخيرات. شهدت المحاولة مشاركة العديد من العسكريين وتهديد حياة الملك مباشرة. تمكن الملك من النجاة من قصر الصخيرات بعجوبة. وفي العام التالي 1972 تكررت محاولة انقلاب أخرى. المؤامرة الثانية تضمنت استخدام الطائرة لإسقاط الملك. كان الهدف من هذه المحاولة القضاء على الملك أثناء الطيران. بفضل براعة الملك وذكائه نجح في النجاة أيضاً. ظهور الملك على التلفاز بعد المحاولتين كان مريحاً. بوجه هادئ أكد الملك للجمهور عن سلامته. قال الملك خلال ظهوره: الحمد لله، الملك بخير. هذا التعبير جلب الطمأنينة للشعب بعد النجاة. على الرغم من المحاولات بقي الملك ثابتاً وقوياً. نجاح الملك في النجاة عزز مكانته وصلابته أمام الشعب. المحاولات الفاشلة أظهرت قوة الملك وإصراره. هذه الأحداث أثبتت الشجاعة والذكاء في مواجهة الخطر.